السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوات جميلة الخياري. عدت لكم بعد غيبة طويلة باش نقدم لكم اليوم هذه الحلوى الرائعة اللي فعلا كتجي بمذاق القهوة ولا ألد. بقاو معايا حتى الأخير باش تعرفوا على هذه الوصفة. غادي نحتاجو في هذه الوصفة ربعة من زبدة المارغرين، ويستحسن المارغرين اما اطلس او باتيسور، هاد جوج باش كنخدم انا. رابعة 250 غرام مع كاس ديال الزيت وزوج كيسان من السكر سنيده، يستحسن تكون رقيقه، الا كانت غليظه نطحنوها. غادي نحتاجو 3 المعالق كبار من الكاكاو نوعيه جيده. انا هنا استخدمت دي جي اف مع ملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، وملعقه صغيره من النكهه ديال القهوه مع رشه ديال الملح. هاد النكهه ديال القهوه زوينه من نوع ديال الميغاغوم، هي اللي تبقاو تاخذوا. غادي نحتاجو ملعقه صغيره منها. غادي نحتاجو زوج بيضات، كاس عامر من المايزينا النشا مايزينا، وغادي نحتاجو الدقيق، يعني غادي نحتاجو واحد 500 غرام او لا 450 غرام، يعني مثلا نكثروش ليها طحين لان ماشي بحال الصابلي العادي. وغنحتاجو الزنجلان الابيض اللي غادي نفندو فيه هاد الكويرات هادو. انا هنا استعملت معكم القصعه لانه عندي العجانه، اللي عنده العجانه يخدمها، ولكن انا يعني حبيت نشارككم هاد الصابلي هذا بالطريقه التقليديه. درنا ربعة ديال المارغرين مع الكاس ديال الزيت مع جوج كيسان ديال سكر سنيده مع هذيك 3 المعالق ديال الكاكاو وملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان. وديك الرشه ديال الملح غادي نخلطوا كل شيء يعني بيدينا بهذه الطريقه. المارغرين كتكون على برا، يعني ما كنديروهاش في الثلاجه باش ما تجيناش صعيبه في الخدمه. هنايا درت زوج ديال البيضات وغادي نبدا نخلط مزيان تيولي عندي واحد الخليط كريمي. كما كتعرفوا يعني هاد المرحله هادي فهي بديهيه وكنا كيعرف يخدم بحال هكا. انا درت جميع المقادير وغادي نبدا نخبط يعني مزيان حتى ولا عندي كريمي. هنا زدت معلقه صغيره ديال النكهه ديال القهوه، كنستعملوا النكهه ديال القهوه باش كتخرج لينا هذاك المذاق ديال القهوه. واخا استعملنا معلقه كبيره من القهوه ديال سريعه الذوبان. من بعد ما خلطت كلشي غادي نزيد داك الكاس ديال المايزينا. هاد المايزينا كتخلي لينا الصابلي هش زوين وكيذوب في الفم. من بعد غادي نزيدو الطحين شويه بشويه. هنايا هاد الصابلي يعني ماشي مشكل، واخا تدلكوه واخا تعركوه ماشي بحال الصابلي الاخر ديال الوراقه ديال المدلك اللي كيكون ضروري تجمع بالاصابع، فهذا كتخدموا براحتكم. هي العجينه ما كتكونش قاصحه بحال ديال الصابلي يعني شاده في راسها، كنخليوها شويه مرخوفه. هانتوما من بعد ما جمعتها كما كتشوفوا راها مرخوفه وما كيحتاجش يبقى يرتاح لا والو. فهنا غندير منهم كويرات في حجم 14 غرام. غادي نبدا نكور ونرمي في هذاك الزنجان الابيض، نفندو كامل في الزنجان الابيض. عاد غادي نستخدمو هنايا هاد السيليكون هذا مربع، يمكن لكم ديروا دائري مازال غنديروه. هذا المربع هذا خاص بالفرن، يعني كتلقاو مكتوب عليه اللور دي 104، يعني هذا دي 104. صافي من بعد ما كنكورو كنكملوا هاد السيليكون بهذه الطريقه هذه حتى كنعمروه مزيان ونقادو. جبت هذا الدائري، هذا الدائري هذا دي 106، يعني الريفيرونس ديالو دي 106، الاخر 104 المربع وهذا الدائري 106. صافي حتى هو غير هو هذا الدائري كنديرو كويرات اصغر من المربع، يعني المربع الا درنا 14 غرام فهذا كنديرو فقط 12 غرام لانه ماشي بحال المربع كيهز قل منه. صافي هنا سخنا الفران جيدا، نقصنا عليه ودخلناه العافيه تكون تحت منه فقط، راه هو دغيا كيطيب، يعني هي كيشد فاسو. ملي كنمسوه كنلقاو قصح من الفوق، صافي كنهبطوه شويه يتشمع من التحت صافي وكنخرجوه بهذه الطريقه. راه هو ساهل في الديمولاج، يعني ملي كتبغيو تحيدوا راه دغيا
تينزل بكل سهوله، وكنخليوه حتى كيبرد. انا غنكمل كلشي الكويرات اللي عندي ديال الصابلي غادي نطيبهم بنفس الطريقه. نتوما كما كتشوفوا هذا المربع. هاد السيليكونات اللي شفتوا راهم تبارك الله مع قوه الخدمه والعافيه راهم ما بقاوش ماغوم من الفوق ولا كحلين، لانه العافيه ضربتهم بزاف، ولكن راهم زوينين الصراحه. واخا كنت شريتهم غاليين بقاو مزيانين. هاد السيليكون ديال الارابيسك باش غادي نزين، كندوب الشوكولاط الكحل، كنحاول ندير في هذوك لي موتيف، ونحاول بواحد الكغاطوار ندوز داك الشوكولاط الكحل في جميع الموتيف اللي عندنا في هذا السيليكون. هذا السيليكون كنت شريته يعني سنين، هذه شي 4 سنين باش خديته. كنت خديته في ديك الوقيته ب 90 درهم، ولكن من النوع الجيد يعني دوريجين، ماشي بحال هذا النوع اللي ولا دابا. صافي كنجيب واحد طورشون نقي، واحد زويف، كنفزقو بشويه الماء، وكنبدا نمسح هذوك يعني دوك الطبيعات ديال الشوكولاط الكحل باش يخرج ليا الموتيف نقي، ما يبانش ليا فيه داك الوسيخات ديال الشوكولاط الكحل. صافي وكنرد ليه الطبقه الثانيه ديالو من السيليكون، وكنعمر هذوك المربعات بالشوكولاط الابيض، يعني الشوكولاط العادي بديل الشوكولا اللي كنخدموا به. بغيتو تخدموا بلا باتا كلاصي فممكن تخدموا بها. صافي هنايا كنحاول نعمر وما نخليش الفائض بزاف، كنعمر على قد المربع اللي عندي. هاد الطريقه كنت فايته حاطاها ديال هاد السيليكون في حلويات اللوز ملي احتاجيت التزيين ديالو، درت هاد الارابيسك. صافي هنا غادي نكملو هاد السيليكون كامل وندخلوه للثلاجه واحد 8 دقائق. من بعد ما جمد في الثلاجه انا خرجته صافي بما يكون جمد ونخرجو. هانتوما كتحيدوا هاد الطبقه الاولى صافي، وكنبقى نحيدو بكل سهوله كما كتشوفوا، يعني كيتهز بسهوله. ولا بانت لنا شي وحده خارجه من الجناب راه كندير واحد السكين وكنجروها وكنقادوها. صافي نكمل هاد العمليه غنديرها غير بالنسبه الارابيسك المربع، اما الدائري فما غاديش نحتاج ندير ليه الموتيف ديال السيليكون. نجيو دابا للتعليكه اللي غنعمروا بها هاد الارابيسك. هنا عندي كاس ديال العسل، او انا شنو درت هنايا، خديت 120 غرام من السكر رجعته كراميل، وكبيت عليه 80 غرام ديال الماء طايب، وخليته حتى طلق في هذاك الكراميل مزيان وغلى جيدا، وزدت ليه هاد الشوكولا. هذا هنا عندي 80 غرام ديال الشوكولات هنا مخلط بين الغيش وبين بديل الشوكولا. يمكن لكم ديروها كلها شوكولا كما يمكن لكم ديروها كلها غيش. صافي وغادي نحتاج معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وراس المعلقه من المنكه ديال القهوه. كما قلت لكم هنايا تحتاجوا كاس ديال العسل، اولا الطريقه اللي قلت لكم 120 غرام ديال السكر ديروه في كاسرونه تولي كراميل، وتزيدوها 80 غرام ديال الماء يكون غليان، وتخليوه حتى كيولي غلا. ضروري يكون غلا مزيان، يغلى باش تشد لينا التعليكه وما تسيحش. نتوما استعملوا فقط كاس ديال العسل، خليوه يغلى مزيان حتى يوصل لدرجه الغليان، عاد زيدوا ليه 80 غرام من داك الشوكولا. وهنايا درت المعلقه من قهوه سريعه الذوبان، وراس المعلقه من هذا المنكه ديال القهوه. غنخلط كل شيء ونرد فوق العافيه غير ينسجم ماشي يغلى، ومن بعد غادي نميكسيه بالميكسور بلونجون. يمكن لكم نتوما فقط غير تصفيوه باش كاينين شي حبيبات القهوه ينزلوا، راهم تيذوبوا دوك الحبيبات ديال القهوه، يعني ما تيبقاوش نهائيا. هانتوما كتشوفوا فيه بحال هكا بهذه الطريقه. انا جيت هنا ميكسيتو بهذا الميكسور بلونجون كما قلت لكم نتوما غير صفيوه، يعني ما تحتاجوش كاع ديروا هذا الميكسور. نرجع للتعليكه، قلت لكم كاس ديال العسل كبير، كاس كبير ديال العسل يغلى، الا ما درتوش الطريقه اللي قلت لكم ديال الكراميل والماء طيب وحده فيهم.
هانتوما كما كتشوفوا راه كتبان لينا التعليكه لامعه وكتجي لذيذه، وكنديروها بين صباعنا هكا كتبان لينا ثقيله وكتلصق، باش كنضمنوا بان التعليكه الحشوه اللي الوسط راه ما غاديش تسيح لينا من وسط الصابلي. صافي هنا كنبدا نعمر وهي سخونه، حيت الا بدات كتبرد راه ما غاديش نقدروا نحطوها بكل سهوله في الوسط ديال المربع ديال الصابلي. هنا غادي نعمروا كاملين سواء الدائريين ولا هاد المربعين غندير ليهم في التزيين الموتيف ديال الشوكولا ارابيسك اللي صاوبت معكم. اما الدائري فغنكتفي بحبه القهوه اللي صاوبت من عجين الشوكولا وشويه ديال ورق الذهب كما كتشوفوا. فهذه هي النتيجه النهائيه ديال هذا الصابلي ديال ارابيسك عفوا، بمذاق القهوه ولا اروع. هانتوما شوفوا هذه وسط منا حبه ديال القهوه وشويه ديال ورق الذهب كيجي لامع، كتجي شي حاجه بريستيج زوينه حتى في المذاق. انا متاكده بانه غادي يعجبكم خصوصا لعشاق القهوه. كان الفيديو هو هذا ديال اليوم. هانتوما كما كتشوفوا ارابيسك بطريقه يعني بدون موتيف ديال الشوكولا وكذلك بالموتيف ديال الشوكولا. نتمنى الفيديو ديال اليوم من اعجابكم، ما تنساونيش من البارطاج وخليوا لي تعليقات زوينين. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.